جديد وصفة جديدة مع مطبخ نوجا كيتشن. النهاردة ان شاء الله في مطبخ نوجا هنعمل السمان. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على المقادير بتاعتنا على طول. طبعا انا معايا السمان بتاعي اهوت. طبعا انا غسلاه ومنضفاه كويس جدا، بجيبه من عند الفرارجي واحطه في ميه وملح وشويه خل عشان نتخلص من ريحه الزفاره بتاعه الطيور كلها. فاي طيور عندك طبعا بتنقعيها في ميه وملح وخل. ده السمان بتاعي اهوت. طبعا انا مخليه الراجل بيخلي لي الجلد دايما على طول، اول ما بيذبحه بيخلي الجلد كده زي نظام الحمام كده بالظبط. وزي ما انتوا شايفين لو هو مش مخلي انت بتمدي ايديكي بالراحه خالص بتخلي الجلده من اللحم. وبرده من عند الرقبه كده بتمدي ايديكي بالراحه خالص بتحاولي تخلي الجلده بينها وبين اللحم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام كده حبايب قلبي. هناخد بقى على كل سمنايه حفانه كده رز بايديكي زي ما انا بوريكي كده، او نص كوبايه من اللي احنا بنشرب فيها الشاي كده، نص كوبايه